كنت باخد في اليوم 100 جنيه وبقعد من 4 ل 6 ساعات بوزع بروشورز وبروموشنز وحاجات كده. صباح الخير يا جدعان. النهارده انا جاي اتكلم على موضوع مهم وهو الباشن او الشغف. موضوع الشغف ده موضوع مهم قوي. في حاجه لازم تكونوا عارفينها، ان الشغف بيتغير. يعني مهما انت كنت بتحب حاجه معينه، مع الوقت الحاجه دي هتتغير. كل واحد عنده باشن مختلف عن التاني، والباشن نفسه بقى عند كل بني ادم بيتغير. يعني انا هكلمكم عن نفسي. انا زمان كنت بحب قوي الباركور، وكان بالنسبه لي رياضه الباركور دي اللي انا كنت بلعبها هي حياتي. كبرت واكتشفت الباركور مش في حياتي، ولا اصلا مهتم بيه، ولا فارق معايا بحاجه دلوقتي. وبس في فتره في حياتي انا كنت برقص هيب هوب، ستريت دانس بقى، البوبينج ولوكينج والحاجات دي كلها. انا عايز اقول لكم ان الفتره دي انا كنت فاكر ان انا هفضل طول حياتي هبقى دانسر، هكون برقص، لدرجه ان انا دخلت مسابقه وابتديت اعدي فيها. والناس كانت بتسالني بقى في الانترفيوز، انت لو خدت الجائزه النهائيه هتعمل بيها ايه؟ كانت جائزه ماليه. قلت انا هفتح استوديو. دلوقتي انا بفكر اللي هو انا مش كده خالص. فيا جدعان الباشن بيتغير. واشتغلت شغلانات كتير قوي يا جدعان قبل ما اكون مصور او اديتور. اشتغلت شغلانات كتير قوي. يعني كنت مره في المرات كنت اشر، بوزع بروشورز وبروموشنز وحاجات كده للناس في الشارع وبتاع، وكنت مستمتع، انا ما كنتش متضايق خالص. وكنت باخد في اليوم 100 جنيه وبقعد من 4 ل 6 ساعات. انا ما اعرفش انا دلوقتي بفكر في الموضوع انا ازاي كنت بعمل كده، بس انا كنت بجد حابب الموضوع. يعني ما كنتش متضايق منه خالص. انا طول عمري ما كنتش بفكر في الفلوس بصراحه. يعني حاسس ان انا كنت طول عمري انا بكون حابب حاجه معينه فبعملها، يعني اوت اوف لاف. بس يا جدعان الفلوس، انا لسه مكتشف دلوقتي ان الفلوس اللي هي بتاعه الاشر والكلام ده كله، لما انا كنت باخد 100 في اليوم وبتاع، انا حوشت الفلوس دي كلها وصرفتها كلها في السفريه بتاعه اندونيسيا، اللي هي اصلا خلتني ابدا حياتي دلوقتي في التصوير والاديت والكلام ده. فلسه واخد بالي من الموضوع ده. بس ايا كان، عايز اقول لكم ان انا كنت بحب التصوير اكتر من الاديت. دلوقتي انا بقيت العكس، بقيت احب الاديت اكتر من التصوير. بحب التصوير قوي بس الاديت بحبه اكتر. انا دلوقتي بقيت بستمتع وانا بعمل الاديت، رغم ان مرحله الاديت دي بالنسبه للناس مرحله ممله في المجال ده. الباشن بتاعي اتغير تماما. قيس بقى على كده كل حاجه بقى، مش الحاجتين دول بس، كل حاجه في الحياه بتتغير. حتى مثلا الاكل يا جدعان، وانا صغير كنت بحب اكل مختلف تماما عن الاكل اللي انا بحبه دلوقتي. يعني انا زمان اصلا كنت بكره حاجه اسمها اكل بيت. الخضار بقى، الفاصوليا والبسله والباميه والحاجات دي، انا كنت بكره اليوم اللي بشوف فيه لون اخضر. دلوقتي انا دي من احلى الاكلات اللي في حياتي. لما اشوف فاصوليا ولا بسله ولا باميه، يا لهوي بحب الباميه قوي. عامه يا جدعان انا حاسس ان انا عشان صايم دلوقتي فعمال بتكلم على اكل، وحاسس ان دلوقتي جوعت قوي. المهم يا جدعان الباشن بيتغير. فانا بقى ليه جاي اقول الموضوع ده؟ لان عادي ان انت تغير من شغلك، وعادي ان انت تغير حاجه في حياتك بسبب الموضوع ده. ان انت مش لازم تفضل طول عمرك في نقطة معينة. انا لو كنت فضلت طول عمري في نقطة معينة كان زماني لحد دلوقتي بمرن باركور مثلا. يعني كان زماني التطور بتاع الباركور ان انا بمرن باركور او بدي كورسز او ايا كان في الموضوع الباركور ده. بس انا اتغيرت تماما، وانا حابب المجال ده اكتر من مجال الباركور. وعايز اقول لكم ان بعد كذا سنه ممكن برضو الباشن بتاعي يتغير تاني، ممكن اكون بحب حاجه تانية خالص. يعني عايز اقول لكم لو انتم مش عارفين، يعني انا كنت كاتب كتاب من 4 سنين كده. لما كتبت الكتاب ده انا قلت الباشن بتاعي اتغير، انا بقيت احب حاجه اسمها كتابه. بجد انا كنت مستمتع وانا بكتب، وحسيت اللي هو بعد ما انا خلصت الكتاب وعملت له ببلش وكل حاجه، قلت ايه، عايز اعرف ايه بقى الكتاب اللي بعديها هتكلم عن ايه. وعامه لو حد عايز يقرا الكتاب هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، عشان لو حد عايز يشتريه ان شاء الله يفيدكم في حاجه برضه. المهم يا جدعان ما تثبتوش على حاجه معينه، ولو عايزين تثبتوا ومبسوطين تمام، بس اللي هو التغيير عادي برضو، ما تمنعوش التغيير. انا في حياتي بحب التغيير بصراحه، وكنت بغير من طبيعه شغلي. وعايز اقول لكم حتى البرامج، السوفت وير بتاع الايديتنج، يعني انا اشتغلت على كذا سوفت وير. عايز اقول لكم ان انا ابتديت حياتي بموفي ميكر. ما اعرفش اصلا حد يفتكر البرنامج ده ولا لا. كان برنامج كده على الويندوز، كان على ويندوز اكس بي تقريبا. لا يا جدعان ده ذكريات والله. اول حاجه اشتغلت عليه موفي ميكر، بعد كده رحت قلت عايز انزل حاجه ادفانسد اكتر، نزلت سوفت وير اسمه يوليد او حاجه زي كده، مش معروف خالص تقريبا، كنت انا الوحيد اللي منزله. بعدين دخلت على سوني فيجاس، وبعدين دخلت على بريمير برو، وبعد بريمير برو دخلت على دافنشي. وعايز اقول لكم ان انا يعني كل شويه عمال بتعلم حاجات جديده. يعني مثلا الاي اي نزل، فابتديت اتعلم الاي اي، وقلت خلاص انا الباشن بتاعي هيبتدي يتغير من اديتنج لاي اي ارتست. بس انا لحد دلوقتي انا بصراحه انا بحب الايديتنج، ومش عارف انا هتغير ولا لا. يعني انا عايز اتفرج على الفيديو ده بعد سنين واشوف هل انا لسه في نفس الباشن ولا لا. بس انا في حاجه واحده لسه
ان كومن لسه موجوده، وهي فكره الكرييشن، ان انا بحب اكرييت ايا كان بقى بايه. يعني مثلا انا دلوقتي لما كنت بلعب باركور انا كنت بكرييت حركات، انا بعمل حركات. لما كنت في الكتابه انا بكرييت كتاب، يعني انا اخترعت قصه. في الايديتنج نفس الكلام، انا بعمل فيديوهات او بعمل افلام. فانا عارف ان انا طول عمري بحب اعمل كده. عايز اقول لكم برضو ان انا من ضمن الباشن اللي كان عندي ان انا كنت بسافر كتير، وكنت بعمل هايكنج واطلع الجبال وانزل جبال واشوف بلاد جديده ومش عارف ايه وبتاع. لحد دلوقتي الباشن ده لسه عندي، لحد دلوقتي انا بحب السفر جدا. بس عايز اقول لكم ان انا في حياتي دلوقتي بطبيعه حياتي وطبيعه شغلي للاسف السفر قل. بس يا جدعان دي كل حاجه. انا بس الموضوع ده كان جه في دماغي وانا بنزل، قلت اتكلم فيه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجه. ودايما جربوا حاجات جديده يا جدعان، اهم حاجه تقعدوا تجربوا طول ما عندكم الوقت. اقعدوا جربوا، يعني جرب حاجه حتى لو مش في مجالك. اللي خلاني احب التصوير والمونتاج ان انا كنت بجربه. انا كنت بجربه في التمرين مع اخويا مع اصحابي، كانت كلها تجارب. عمال بلعب بالايديت وبالتصوير واقعد افرج صحابي وبتاع. كان الموضوع اصلا هزار، وما كنتش عارف ان حياتي هتتغير واكون بحب المجال ده واكون شغال بالمجال ده وكده يعني. فامشي مع الفلو بتاع الحياه وما تمنعش حاجه. يعني مثلا لو جات لك شغلانه انت حاسس ان انت مش حاببها، ايا كانت الشغلانه ايه، خدها لو ما عندكش بديل. يعني لو مثلا حاسس ان جات لك الشغلانه دي وفي شغلانه تانية انت كان نفسك فيها بس ما جاتلكش مثلا او كده، خدها. خد الشغلانه جربها شويه، ممكن الشغلانه دي تكتشف ان انت بقيت تحبها اكتر من الشغلانه اللي انت كنت عايزها. وممكن الشغلانه دي تعرفك على حاجه تكون انت حاببها اكتر من الحاجه اللي انت كنت عايزها. فما تمنعش نفسك. نفس الكلام في العيشه، لو عشت في بلد او ما عجبكش الموضوع تقدر تعيش في مكان تاني طول ما عندك الوقت او الامكانيات. كده نكون وصلنا لاخر الحلقه. ما تنسوش بقى اللايك والكومنتس والشير والسبسكرايب والكلام ده كله، ودوسوا على علامه الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما الفيديو الجديد ينزل. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتس لو في مواضيع معينه عايزين نتكلم فيها. وبس كده، اشوفكم الاسبوع اللي جاي. سلام.